الفنان العفريني العريق جميل هورو. ما حزنك أمان أمان. جميل رشيد علي هورو الفنان العفريني العريق والمعروف بصوته الجبلي، ولد في 10 من آذار عام 1934 بقرية سعرينجك في عفرين بكردستان سوريا. إلى جانب الغناء امتهن النجارة، عاد إليها مرة أخرى في أواخر حياته وفتح محل نجارة بناحية جنديرس بعفرين، وكان يعمل بالمحل ليعيل الأسرة. كان عمره 10 سنوات عندما تتلمذ في قرية جولاق على تجويد وتلاوة الآيات القرآنية. شكل ذلك أساساً متيناً للنغمة الموسيقية لديه، واكتشف أنه يملك حنجرة ذهبية وهو يتلو الآيات أو بعض الأناشيد المدرسية والدينية. ترك التعليم الديني ليبدأ حياته مع الأغنية الكردية في الأعراس والاحتفالات العفرينية. بين عامي 1965 و 1966 سجل أولى ألبوماته واسطواناته في استوديو بحلب. كان الراحل جميل هورو أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، وقد تعرض نتيجة نشاطه السياسي للاعتقال والملاحقة والسجن. في فترة الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 تعرض للتعذيب الشديد على مدى 80 يوماً، كونه قام مع 3 آخرين من رفاقه بإشعال شعلة نوروز. بعد خروجه من السجن ولمداواته نقل لمشفى الرازي بمدينة حلب، لكن عندما علم الطبيب بأنه كردي وسياسي رفض المعالجة، وتم على إثر ذلك مداواته في بيت أحد الأطباء الكرد. نتيجة الملاحقات الأمنية اضطر إلى الخروج من سوريا مع عائلته إلى تركيا، وبقي هناك فترة من الزمن باسم مستعار، ثم انتقل إلى إقليم كردستان. بقي فترة من الزمن بضيافة القائد والبيشمركة عيسى سوار بقضاء زاخو في إقليم كردستان. شكلت العودة من إقليم كردستان منعطفاً جديداً في حياة الراحل الفنية، وقد انعكس ذلك في ألبوماته التي سجلها في المرحلة الثانية من مشواره الفني في الأغاني الكردية التي تمجد الثورة الكردية ورموزها النضالية. أغنى الراحل جميل هورو المكتبة الكردية بالعديد من التسجيلات والأغاني الفلكلورية والتراثية، بالإضافة إلى أغانيه الخاصة. رحل الفنان جميل هورو في 19 من أيلول عام 1989 مساء يوم الخميس في مشفى ابن رشد بحلب، وذلك إثر مرض عضال. دفن في مقبرة حنان القريبة من كفر جنة بعفرين إلى جانب نوري ديرسمي المناضل الكردي. Haydi le 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 le